اهلا بكم في حاجه جديده من قناه فخر. معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن طبعا بودكاست قعده زملكاويه. النهارده الحلقه الرابعه، بس غيرنا اللوكيشن شويه، احنا لسه جايين من الامتحان طازه حاليا، لسه جايين من الامتحان وقلنا هنصور اول حلقه، ولازم الحلقه دي كنا نصورها متفقين عليها من بدري جدا، من ساعه ما القيد اتفك، لان احنا قعدنا 3 حلقات بنقول اول حلقه القيد، ثاني حلقه القيد، ثالث حلقه القيد، وعلم في اخر حلقه راح قال لك ايه ان شاء الله قبل يوم 15 القيد هيتفك. اي نعم القيد اتاخر شويه، ولكن القيد اتفك رسميا 100% في الوقت اللي انا بكلمكم فيه دلوقتي. اتفك تقريبا يوم 21 حاجه كده او يوم 20، فهو اتفك قريب. لسه الصفقات ما جاتش لغايه دلوقتي، بقى لنا 4 ايام بس، هنتكلم على الحكايه دي دلوقتي. فخلينا بقى دام نتكلم على القيد نبدا باول حاجه. انا نسيت اقول لكم معايا عمر علام يعني فايه نبدا اول حاجه هي هنتكلم عليها، وهي حل ازمه القيد. اول حاجه هنتكلم عليها وهي حل ازمه القيد. الحمد لله القيد اتحل الحمد لله، والمجلس وعد بحاجتين، ان هو فتوح يجدد والقيد يتفك، ولغايه دلوقتي حصل حاجتين. فازمه القيد الحمد لله اتحلت. اي نعم لسه دلوقتي اتحل بقى لها 3-4 ايام بس لحد دلوقتي لسه ما جاتش، بس يعني اتحلت. انا كانت دي بقى لها 4 سنين واقفه على قلبنا كده. يمكن ازمه القيد دي هي السبب ان تخلي عمر كمال يلعب واحد دلوقتي في الاهلي. وانت قلت كده على فكره في الحلقه اللي سالتك فيها، قلت ان عمر كمال نسبه كبيره قوي هيبقى رايح الاهلي، احتمال كبير يبقى في الاهلي عشان الاهلي هيدفع. طيب انت رايك ايه اولا في حكايه القيد من وجهه نظر؟ يعني شايف هل احنا كنا قايلين ان احنا الاداره مش هنبقى يعني زي ما بنقول كده معاها لغايه ما تفك القيد؟ لو فكت القيد خلاص احنا هنبقى معاها قلبا وقالبا، لو ما كانتش فكت كنا نقلب عليها. انت شايف ايه بقى في حكايه القيد؟ هو خلي بالك لما القيد يتفك فانت هتفك القيد ليه؟ عشان تجيب صفقات. تمام. لو الصفقات كانت وحشه، يعني مثلا في واحد اسمه شيكا ده اللي هو تقريبا عبد الرحمن شيكا ده، انا اجيبه اعمل بيه ايه؟ احنا ممكن يكون متعلق، انا شفت له لقطات ممكن يكون هنتكلم عليها يعني، بس خلينا نخليها دي في الصفقات. فكمل بقى حاجات القيد. يعني القيد لما يتحل ماشي، احنا كده بيبقى في حاجتين، صفقات واللي هو الحل بتاع القيد. اول حاجه القيد اتحل، تمام. احنا عملنا القيد، بعد القيد بقى هنعمل ايه؟ صفقات. انا دلوقتي بس لازم نتكلم ان في نقطه ايجابيه، ان القيد اتحل. الحمد لله. والزمالك لحد دلوقتي مش مديون غير لسبورتنج، وهيقسط له الباقي يعني. وكده دي اتفقت معاه، والفيفا قالت خلاص رسميا 100%. هو بعته خطاب ومش عارف ايه. فانت شايف ان حكايه القيد دي اشتغلوا عليها. وفي حاجه انا عايز اقولها، ان الاداره مش مستعجله خالص في قراراتها. يمكن حاجه تضايق بعض الجماهير، ولكن انا بالنسبه لي الميزه ليه الاستعجال في القرارات بيودي في الاخر بعد فتره ان النادي ينزل. فدلوقتي انت قدرت انك اسمها ايه، تحل مشكله فتوح، يعني بعد ما قرصت ودنه، يعني بغصب، يعني مش غصب عنه، زي اقول ايه، ان انت اللي حطيت الشروط وهو اللي وافق عليها. في الاداره اللي فاتت كان دايما الشروط بتتحط من اللاعب، عمرها ما كانت بتتحط من الاداره. لا دلوقتي انت قرصت ودنه، ما لعبتوش لفتره، وشفنا فتوح امبارح مستواه مع المنتخب كان عامل ازاي بسبب ان هو ما كانش بيلعب في الزمالك. فالفكره انك قرصت ودنه، وبعد كده لا خلاص فتوح بقى معاك زملكاوي، لان فتوح طبعا من احد اللعيبه الاساسيه طبعا، يعني اتكلمنا في الحكايه دي كذا مره. طيب يعني انا برضو من وجهه نظري ان حكايه القيد دي الحمد لله ان هي اتحلت 100% الحمد لله، بس انتظر الصفقات قبل يناير. ما احبش ان المجلس عشان يقول لك انا حلت لك القيد عملت لك حاجه نستنى بقى لحد الصيف عشان اجيب لك الصفقات. لا احنا عايزين، انت عندك الاهلي في ماتش نهائي الكاس، وعندك الاهلي في الدوري ماتشات بيراميدز بقى البطوله على طول افريقيا، وعندك ماتشات. يعني انت الدوري لسه طويل والكاس عايز تكسبه. الكاس بتاع السنه دي والسنه اللي فاتت، فانت لسه قدامك مشاوير على ما توصل لنهايه الموسم. انت عارف طبعا نهايه الموسم في مصر بيوصل ده لحد ممكن يعني كمان سنه بالظبط، يعني هو ممكن يخلص على 7 تقريبا او 6 يعني حاجه زي كده. فالحمد لله القيد اتحل، ولكن ننتظر ايه الحاجه الثانيه، الحاجه اللي هي الصفقات. نتكلم بقى ده احنا اتكلمنا في سيره القيد، نتكلم على الصفقات القادمه. الصفقات القادمه، الصفقات اللي سمعناها لغايه دلوقتي، على فكره لغايه دلوقتي احنا يوم 23 يناير، القيد اللي كمان ناقص 8 ايام بالظبط، وتقفل الفترات اللي هي الانتقالات الشتويه. لسه ما تعاقدتش مع اي حد، بس ممكن يكونوا اتعاقدوا بس اللي هو ما اعلنوش، بس لازم نعلن على انا كان وجهه نظري حاجه تانية، ان هم بعد ما يفكوا كده يعلنوا الصفقات على طول، يكونوا متفقين عليها. فانا مش عارف الصراحه. الصفقات اللي سمعنا عليها حتى مش قويه قوي، غير كام لاعب مثلا. احنا سمعنا على 4 صفقات لغايه دلوقتي، وهم خلينا نبداهم الاقوى. ناصر ماهر لاعب فيتشر، دي بالنسبه لي اقوى صفقه، وفعلا صفقه في محلها. لاعب نص ملعب، لاعب كويس جدا، ولاعب ينقل لك من الدفاع للهجوم. ودي اللي بتلاقيها فيها مشكله، عشان الزمالك اللي هو وينجات بس في نص الملعب ما بتلاقيش. ومصطفى شلبي شلبي هو هيلعب في النص، هيبقى عامل زي
زي فرجاني ساسي او اللعيبة بس- دي في نص الملعب هيقدر ينقل لك الكوره فعلا زي النني في مستواه. لا. النني في مستواه، لا النني لا، في لا، مستواه. لا، لا. بقول لك في حلقه هتنزل اللي هي حلقه ثلاثيه كده، هنتكلم هتشوفوها يعني كده هنتكلم فيها على كل حاجه في منتخب مصر، فخلي بقى النني دي الحته بعدين. طيب الصفقات ناصر ماهر، وسمعنا ماهر. على الياس الجلاصي الياس الجلاصي ده بيلعب في المصري حلو لعيب قوي، كويس قوي، لعيب كويس قوي الياس الجلاصي. وعندنا اللاعب اللي هو عبد الرحمن شيكا. عبد الرحمن شيكا ده بص، بيلعب هو في ام بي تقريبا، بيلعب في الطلاق. طلاق. هو انت لما تيجي تشوف عبد الرحمن شيكا هو تشوف له لقطات، لا لاعب كويس، لاعب بيشوط من بس بعيد مش كويس. لقطات. بس اسمعني للاخر. هو انا بالنسبه لي لو جه الزمالك يا هيتوب يا هيبقى على يا الارض. هيبقى على الارض. يا اما هيبقى زي اللي جم من طلائع الجيش اللي هم عمرو السيسي ومصطفى الزناري، صفقه كسر واللي بالمناسبه هنتكلم عليهم، او اللي هو هيبقى توب بقى وصفقه جديده هيبقى زي مصطفى شلبي لما جه من انبي. بس انبي بالنسبه لي لا، فريق بيطلع منبع- لعيبه اكتر من اي فريق تاني. فعبد الرحمن شيكا صفقه، انت رايك ايه فيها؟ هو بيلعب يعني- صانع العاب، بيلعب ب 10 وبيلعب شادو سترايكر، بيلعب طيب ماشي، تعالى نمسكها كده ونشوف الصفقات. الثلاث صفقات اللي اتكلمنا عليهم. وفي صفقه افريقي اوغندي كده. هجيب لك اسمه دلوقتي. 3 صفقات. ناصر ماهر نص ملعب هجومي، تمام. عبد الرحمن شيكا نص ملعب هجومي، الياس الجلاصي نص ملعب هجومي. فانت ومركز هو مركز في نص الملعب. بس خلي بالك برضو يعني طبعا هو ما ينفعش الثلاث صفقات اللي هتجيبهم يبقى مركز في نص الملعب، بس انت نص الملعب عندك واقع خالص. ايوه ده خالص. الهجومي. بص يا علام، خلينا نتكلم ان انت محتاج كام لاعب؟ احنا محتاجين 5 6 لعيبه. انا برضو كده انا شايف ان محتاجين من 5 6 لعيبه، 7 لعيبه كمان. انت محتاج على الاقل 2 في نص الملعب، 2. محتاج واحد 6، ومحتاج واحد يكون لا زي- لا 6 لا. انت معانا دونجا. معاك دونجا. خلينا شويه نغلط بقى بالكلام. يا عم ماشي، دونجا يلعب 6، انت محتاج واحد 8 و10 بالظبط، محتاج 8 و10. فانت لو جيت اتكلمت شيكا هيلعب 10 مثلا، عبد الرحمن شيكا او ناصر ماهر. او ناصر ماهر. ومين بقى مين بقى 8؟ ما مين؟ دي امام المشكلة. عاشور. ما دي المشكله. مش عارفينها لغايه دلوقتي. هنجيب فاروق يلعب. فانت ممكن تجيب ناصر، ممكن توظف ناصر ماهر 8 وتلعب بشيكا 10. بس خلي بالك دور 8 بيلعب بوكس ذا بوكس اللي هو بيدافع وبيهاجم. ماشي، بس ناصر ماهر على فكره دفاعين كويس جدا على فكرة. لا انا ما شفتوش لقطات. لا انا بتفرج على الدوري المصري، دفاعين كويس. انا بتفرج على الدوري المصري. لا برضه يا اسطى، هو مش خارق ومش، بس هو دفاعيا كويس ومش وحش. هل هو زي مروان عطيه كده امبارح في المنتخب. مروان عطيه بيلعب 6. في اداء الدفاعي يعني اصلا. فاهم؟ ما هو طب ما مروان عطيه عمل كام ثرو حلو برضه. فقصدي ان هو لاعب كويس. انا بالنسبه لي ناصر ماهر كويس، عبد الرحمن شيكا ما فضلش لان انا مش عارف، دي صفقه فيها ريسك بنت لذينه، انت هيقع يا هيطب. وعندك طبعا انت بقى لو جينا نركز، احنا مركزين قوي في نص الملعب بس في حته احنا مش مركزين فيها خالص، وهي المهاجم، حراسه المرمى. لا حراسه المرمى انت في الضياع ابيض يا ورد حبيبي. لا. انت عندك قلنا الصفقات دي، في بقى صفقه انت مش مركز فيها خالص وهي حراسه المرمى. محمد عواد، مع كل احترامي ليه، محمد عواد مش حارس اعتمد عليه. خلينا واضحين، انا بحب عواد جدا، بس عواد مش الحارس اللي تعتمد عليه. طب هتعتمد على مين؟ ما هو انت بالظبط، ما انت عايز حارس، يا اما على الاقل حارس عواد. انا من وجهه نظري عواد مستواه مش ثابت. احنا نستخدم فاروق عشان هو اللي يا يقول ابني لنا. اسمع بقى يا معلم، هو مستواه مش ثابت خالص. هل مستواه ثابت؟ لا مفيش حراس دلوقتي مستواهم ثابت. مين حراس في مصر؟ اسمع محمد الشناوي. محمد الشناوي لا محمد الشناوي في الاهلي مستواه ثابت، سيبك من المنتخب. محمد الشناوي في الاهلي مستواه ثابت ما بيتغيرش. يا ابني على الاقل ابقى مطمن وهو بيلعب. انا مش مطمن وعواد. انا في الامم الافريقيه مش مطمن طول ما الشناوي بيلعب. ما هو طبيعي ماشي، ولا مطمن اي واحد من الاربعه اللي معاه ولا واحد من. خلينا نتكلم في حته تانية، هي قلب الدفاع. قلب الدفاع انت مش محتاج حد. معاك محمود حمدي الونش، ومعاك مشي. عبغاني الحمد لله هنتكلم عليها برضو. عبغاني مشي. ما انت مين عندك قلوب دفاع دلوقتي على الله؟ يا حبيبي انا يعني انت بتقول كلمه وما تنفذهاش. طب ليه بتقولها من الاول؟ مين عندك قلوب الدفاع؟ ماشي، عندك دلوقتي عندك الونش وعندك عبد الغني قبل ما يتباع. ماليش دعوه بعبغاني، ماشي مشي خلاص. ماشي، عندك الونش وحسام عبد المجيد وعندك بتاع ده محمود علاء. ماشي، ادي 3. اقول لك على حاجه بقى، الثلاثه كسر.
لا انا بحب الونش ده يا حبيبي. لا انت كده لا الونش ده حبيبي. لا الونش ده حبيبي بس هو عشان راجع من الاصابه. راجع من مش كسر قصدي. الونش دلوقتي محتاج واحد جنبه قوي عشان يرجعه للبيك بتاعه. الونش الجون بتاع الماتش الوحده الجون بتاعه ايوه طبعا هو اللي غلطان فيه 100%. هو فالونش لسه ما عندوش احساس الملعب. الونش لسه مش جاهز تماما. فالونش لسه عايز بقى انت جنبه قلب دفاع قوي عشان الونش. مين؟ ما هو انت ده يا حبيبي هو الدوري المصري ما فيهوش قلب دفاع قوي يا حبيبي. بس انت لو شفت منتخب فلسطين ولا العراق اللي بيلعبوا دول في المنتخبات مقطعين الدنيا. العراق اصلا اهي دور 16 على اول مجموعه. العراق كسبت اليابان. بس طب انا هقول لك حاجه يعني قصدي في لعيبه انت تقدر تجيب لعيبه. لا بس مفيش دولارات. مفيش دولارات. انت فكرك جاي في الدوري المصري يا حبيبي ماشي. هو لعيبه الدوري المصري كلها كسر كله كده. ما هتعمل ايه يعني؟ هي ما دي بقى ايه؟ ما هنا مانشستر يونايتد على فكره كان عنده نفس المشكله دي ماشي. بس بقى هنا ما عندوش ناس كشافه تقدر تجيب لك من اي حته. الاهلي الزمالك لو فضل بالحال ده وبدات اجيب صفقات مصريين ويا تضرب يا لا الزمالك هيفضل واقع 10 15 سنه كمان. هنفضل انا وانت نطلع نتكلم واحنا عندنا 70 سنه يا جماعه عايزين نجيب صفقه يا جماعه عايزين نحلك. انت كمان انت عندك مشكله في ايه؟ في راس الحربه. عندك مشكله في نص الملعب كبيره جدا. عندك مشكله في قلب الدفاع واحد. وعندك مشكله من وجهه نظري في حراسه المرمى. وعندك مشكله في راس الحربه. انت قلتها انت عندك اربع مراكز. نص الملعب اهم مركز يعني. أيوة. انت نص الملعب عندك واقع. انت اي فرقه محترمه بتلعبك بتمسكك من نص الملعب لان انت نص ملعبك واقع. مع احترامي لدونجا مستواه ايوه هتقول وحش هديك دي على دماغك. لا دونجا جرينت على الفاضي. لا دونجا يا باشا. دونجا ولا امام عاشور؟ هقارنك. دونجا ولا امام عاشور؟ ده بيعمل مهمه ده مهم. لا دونجا ولا امام عاشور؟ يعني انت عايز تقارنه بحد 6؟ دونجا ولا طارق حامد؟ بس دلوقتي دونجا. انت مش مشيت لي ناس؟ ايوه هو انت هو انا يا اسطى هو انا رئيس النادي. انا بكلمك عامه. طارق حامد مش مشي ما تعوضش. فرجاني سيسي مش مشي اتعوض. امام عاشور بس امام عاشور ماشي. امام عاشور اتعوض. لا كمل. هنفضل قاعدين كده بقى باصين لبعض. يعني قصدي ان مفيش لعيبه يا حبيبي. انا هقول لك حاجه. جيل 2020 مفيش حد عوضه. مفيش حد. طبعا عشان كده بنقول عايزين بقى نعوضه. هتقعد انت بقى تجيب لي في صفقات يا حبيبي ماشي يا عم تجيب لي صفقات عدله. مين عبد الرحمن شريف يا جدعان؟ ما طلعوش يا جدعان بقى احنا مش عايزين نشتم يعني. والله. ماشي ناصر ماهر لعيب كويس جدا. اياس جلاسي لعيب كويس جدا. نص لعيبه فيوتشر وكل لعيبه بيراميدز لعيبه كويسه. لا في لعيبه بيراميدز مش كلهم يا حبيبي. يعني الدكه بتاعتهم كويسه. الدكه بتاعتهم احسن من الاساسي بتاعتهم. احسن من الاساسي بتاعتهم. ايوه. فانت ليه ما تبصش على بيراميدز؟ هل بيراميدز هيطلب منك بالدولار؟ صحيح. لما وصل بيراميدز هيطلب منك بالدولار. قلت لي يا اسطى بيراميدز ليه ما تبصش على بيراميدز؟ هتبص عليهم في لعيبه كويسه كتير. هو انا نفسي ليه ما رجعش مصطفى فتحي؟ انا والله كنت لسه هقولها. مصطفى فتحي بس هتلاقيه كان زيزو. هنقعد بقى في المشكله اللي في المنتخب. هنقعد نعين في المشكله في المنتخب. بس انا ممكن ايه ما دي مشكله كبيره والله. خلي بالك مصطفى فتحي بيلعب بطريقه هم بيلعبوا جناح يمين. بس ده بيلعب بطريقه ده بيلعب بطريقه. ده بيخش في القلب زي صلاح. التاني بيطلع على الطرف زيزو. فاهم؟ ممكن زيزو بقى تلعبه نص ملعب بقى مش عارف. مع ان زيزو على فكره زيزو في نص الملعب كويس. لا بس لا خلي بالك هو في المنتخب ما عرفش يتوظف مع حكايه صلاح ان هو صلاح يخش وهو يطلع. الصفقات الجديده نخش على المدرب الاجنبي المدرب الجديد اللي بقى اللي بنتكلم عليه وهو كل الكلام عليه هو واحتماليه كبيره اكتر من حوالي 70% و80% ان المدرب ده اكيد جاي الزمالك وهو هوفكنز. اسمه هوفكنز. مدرب اسمه صعب. مدرب برتغالي عنده 45 سنه. درب ستاندر وكلوب بروج. ستاندر ليج وكلوب بروج. وتأهل بستاندر ليج للدور 16 في دوري ابطال سنه 2022 2023. كان مجموعه فيها اتلتيكو وبورتو وليفركوزن. فكل الكلام ده طبعا يعني احترمه جدا. بس هو ما دربش غير فرقتين بس كمدرب عام. كمدرب كلوب بروج وستاندر ليج. بس خلي بالك هو كان حلو معاهم. عمل معاهم اداء حلو. أيوه. لسه اكلمك فيه. بس هل خبرته في افريقيا؟ مفيش خبره ليه في افريقيا. مفيش خبره ليه في الدوري المصري. طب ما كولر كان نفس الكلام. وكولر دلوقتي ناجح صح ولا لا؟ كولر ناجح ايوه ماشي. ما هو انت بقى ما الفكره في كده. هوفكنز ده هيجي توب يا كولر يا اما هيبقى زي معتمد كمان. يا كده ما فيهاش مفر.
والله انت بتضايق ليه؟ يا ابني انا سامعك. انت المفروض اشتم معتمد جمال اكتر من كده، ما انا عارف بس انا سامع. عشان ده اخره مدرب مساعد في مقاولين العرب. والله مقاولين العرب بقى احسن، مدرب السكه الحديد. والله العظيم فعلا. المهم يعني المدرب كويس جدا. انت من وجهة نظرك هل المدرب ده صفقة في محلها اللي هو مدرب اجنبي يجي، مع ان المدرب الاجنبي ده المفروض كان يسافر مع المعسكر اللي راح الامارات؟ يعني المفروض احنا كنا نجيب مدرب، احنا لو تفتكر الحلقه اللي فاتت كنا قايلين لازم مدرب يجي قبل ما نسافر الامارات عشان يسافر بيهم. علشان يسافر بيهم، ايوه. معتمد جمال اللي سافر للاسف. فانت رايك ايه بقى في الحوار ده؟ يعني هو طبعا هو بيعتمد على اداء اللي هو 3 هو طبعا مدرب كويس، ويعني بيقولوا كورته حلوه. يعني يعني بيعتمد هجومي، يعني هو اكتر هجومي. يعني تشكيلته 3-5-2. وخلي بالك احنا معناش مهاجمين، 2 مهاجمين عادلين في الزمالك. سيف الدين الجزيري كسر وسامسون يعني اخره بطاريه بتاعت الكاميرا. ماشي الكاميرا اصلا خلاص. لا سامسون راح العراق. صح، نادي في العراق. احنا مش قلنا البودكاست اللي فات راح نادي في العراق؟ ماشي يا عم، اذا كان هو كان بيلعب مع الزمالك في ماتش الوحده ماشي هيمشي يعني. هيمشي ماشي يا اسطى. ومين التالت؟ سيف الدين الجزيري وسامسون، وعندك منسي. ده كان اسمه ناصر منسي ده بقى. انت ممكن تلعب بالجزيري وزيزو ساعتها يا اسطى. احنا عايزين 2 مهاجمين يعرفوا نلعب بيهم. انت ما عندكش 2 مهاجمين. طيب ما انت تجيب. هو احنا هنفضل نقول نفس احنا الحكايه؟ خلاص اتكلمنا على حكايه الصفقات. طب كمل انت، ايه رايك في المدرب نفسه؟ هو مدرب يعني تمام. يعني لو هو توب فهيبقى توب قوي، لو هو تحت الارض فيبقى تحت الارض قوي. ايوه يا كده يا كده ايوه. فيها ريسك. هو احنا ماشيينها من الزمالك، احنا ماشيينها بالريسك. يا صابت يا خالد. ولما بتخيب مع الزمالك بتخيب لتحت خالص كده. الزمالك لما بيخيب ب5 سنين، عكس الاهلي بيخيب سنه سنتين، ما بيخيبش كتير. فانا متفائل بالمدرب بخير لو كلنا متفائلين والله. مدرب اجنبي في الاول والاخر. انا بحب المدربين الاجنبيين اكتر من المصريين. بحس ان المصريين مع احترامي ليهم كلهم حماس اكتر، واللي هو بصمجيه طبعا ده كده وحماس اكتر اللي هو يلعبوا يا شباب يلا مش عارف ايه. كنا في دوره رمضانيه يعني في الدوره الرمضانيه. معتمد جمال ده في دوره رمضانيه يكسبها 3 مرات ورا بعض عادي جدا. عادي جدا يا عم. انا وفاروق لو رحنا كمدربين هنكسبها. انا دربت فرقه في دوره رمضانيه والله بتاع رمضان اللي فات بتاعت بطوله الفخراني وكسبت فرقه 2-1. ايه رايك بقى؟ بجودنا اخويا ياسين كريم، نعمل له شوت اوت بالله عليكم يا رجاله. ياسين كريم اتكلمنا عن مدرب اجنبي انا متفائل فيه خير جدا. اخر حاجه والزمالك والدوره الرمضانيه. الدوره الرمضانيه اداء. اول حاجه كده كان معتمد كمان. مبدئيا كده منتخب الزمالك انا كنت متوقع ان الزمالك مش هيلعب بالاداء خالص. الاداء ده خالص. الزمالك وقعه سودا فعلا. احنا بينا بدون زيزو. انا قلت بعت لك بوش. قلت لك احنا عايزين زيزو في الماتش ده بالظبط. انت اللعيبه وقعت خالص. ايه ده ابيض. وفريق مع احترامي لكل فرق الامارات. ويا جماعه احنا بنيجي نتكلم على فريق او نيجي نتكلم على دوله. لحظه بس، هنتكلم على الفريق نفسه. يعني مش هنقول مثلا ده في نادي في العراق لا هو احنا بنتكلم عن النادي نفسه كنادي. فبتكلم بقى انت بتتكلم على نادي زي الوحده الاماراتي. دوري اماراتي اصلا مش دوري قوي. كان بيقولوا ايه؟ معاق. لا كانوا بيقولوا ايه؟ متواضع. ايوه. فانك يكسبك 3-1 وجون ضربه جزاء من رؤى يعني. لا ده حطها حلو قوي. حطها حلو. ف3 ايه ده ايه فعلا. ده لو مفيش مدرب بره اللعيبه مش هتعمل كده. ما دي مشكله، دي نفس مشكله مع احترامي ده غلطه مدرب طبعا 70%. مفيش تكتيك، مفيش خطه، مفيش اي فكر ولا اي حاجه. ابيض. اللعيبه ما بتدي، مفيش تكتيك، اللعيبه مش هتلعب. فده غلطه مدرب كبيره جدا. احنا بيقولوا في مركز ثالث مش عارف تقريبا النهارده ولا امتى كده البطوله دي لها مذاعه لابو ظبي. ومش يعني بطوله غريبه كده. هي بطوله ظهرت فجاه بس هي فيها فلوس حلوه بس. الحمد لله. ما انت مش تاخد $2 مليون. الاول $2 مليون، الثالث بياخد مش عارف 700 وحاجه الف دولار. 750. يزقوا معانا الدنيا دول. يجيبوا لك مدرب. ولسه خلي بالك احنا عندنا بطوله بعدها. يوم الجمعه ضد الرجاء. السبت الجاي ضد الرجاء. لا الجمعه. يوم الجمعه الزمالك الساعه 6 هيلاعب الرجاء في البطوله الثانيه مش نفس البطوله. فاحنا لعبنا بطوله واحده، والبطوله دي لو طلعنا فيها بقى مركز ثالث او حاجه. انت شايف بقى، خلينا نتكلم على البطوله الثانيه احسن. انت شايف ايه في البطوله الثانيه دي؟ انت هتلعب الرجاء، فريق ليه اسم. البطوله الثانيه صعبه قوي. فيها مين بقى؟ فيها الرجاء والاهلي السعودي وفرقه في الصين. يعني انا شايف ان احنا يعني انت مع الوحده الاماراتي عملت كده، امال مع الاهلي مع الرجاء والاهلي مع الرجاء
يعني احنا نلعب الفرقه بتاعت الصين دي ان شاء الله نكسبها وناخد برونزيه زي الفل. ربنا يستر يعني، ربنا يستر. الزمالك مش في احسن حالاته، حبينا بس نعمل لكم الحلقه دي عشان نتكلم هي حلقه سريعه كده بس وعلى يعني الصفقات. والحلقه الجايه بقى ان شاء الله اللي هتشوفوها مش عارف امتى، هتبقى حلقه 3 او جمعه هي كده. حلقه ثلاثيه نتكلم فيها انا وعمر علام برضو ويوسف فاروق، هنتكلم فيها على كل مشاكل منتخب مصر اللي بتواجهنا. هتنزل لكم الحلقه دي الجايه. فبس كده كل حاجه اقدرها لك. كان معايا عمر علام النهارده، شرفني في حلقه البودكاست، وان شاء الله برضو احنا مستمرين بقى في الاجازه عادي كل جمعه، وحتى المدرسه تبدا هنفضل شغالين كل جمعه فتره طويله كده. وبس كده، ده كل حاجه اقدرها لك. مش هتعمل لك شيء كده بس كده. سلام.